كيقولوا حمام مسكون وكيقولوا اللي تعطلات فيه بالليل كتشير ولا كتوقع عليها شي حاجه وسط منه، ومولاتو اللي كاريه مخبيه وسط منه سر ما عارفو حتى حد من غيرها. كاين اللي كيقول باللي راه شوافه وقاطعه يدها من رحمه الله، وكاين اللي كيقول راها مرا عاديه وفي حالها. ولكن من هذا الشيء كامل تخيل الدور بك الوقت وتلقى راسك مع ديك الشوافه في ليله ديال الحضره وسط داك الحمام اللي غادي تبدل فيها كل شيء، وملي تفيق النهار اللي من بعدو تلقى راسك ما عاقل على والو. القصه ديالي كتبدا من الحبس، حيتاش فيه تزاديت وفيه تسمعات اول غوته ديال بنت صغيره سميتها جمانه. علاش وكيفاش راه باينه، حيتاش الام ديالي كانت مشدوده في واحد القضيه ديال الاتجار بالممنوعات واللي تشدات فيها ظلما وعدوانا، وهزات تهمه قدها قداش بسبب واحد عمتي اللي كان سميتها لمياء، ولكن الاسم الحقيقي اللي كان خصهم يسميوها هو لفعاء، حيتاش بقوه ما كرهات الام ديالي هي وجدها جابت واحد البلاكه ديال 200 غرام من عند راجلها الحشيشي قويدر البزناس ولصقاتها لامي في الصاك ديالها، حيتاش تصادف ذاك النهار انها كانت في واحد السبوع عندهم ديال بنت عمتي لفعاء. وسبحان الله ومن مساوئ الصدف الطاكسي اللي كانت راجعه فيه امي داز في واحد البراج ديال البوليس، وذاك البراج قلب كل شيء حيت وصلاتهم الاخبار من عند عمتي لفعاء فاعله الخير بطبيعه الحال بلي راه كاينه محاوله لتهريب الحشيش في الصاك، وبالضبط غادي تلقاوه عند واحد المراه حامله. ايوا البوليس وقفوا الطاكسي داروا تحقيق الهويه ودازوا باش يقلبوا المتعلقات ديال الناس بما فيهم السيكان اي حاجه كاينه. ايوا تما لقاو واحد البلاكه ديال الحشيش مجبده بحال الضحكه ديال الحكيمي في كاس العالم نهار خسرنا مع فرنسا، وما يقولوا ليها اش هذا وما هذا. امي مسكينه بقوه الدهشه مع مولفه غير بالسفوف وسلو ديال السبوع، قالت واقيلا راه دوزتي حطاتو ليا حيت كتبغيني ومقطره ليها من العينين، وما قالتش ليهم ما دياليش لا، قالت ليهم غير سفوف جايباهم من واحد السبوع ديال واحد البنت من العائله. وبطبيعه الحال البوليس داروا خدمتهم وقالوا لهم باركم مسعود وداوها فين تكمل السبوع بطبيعه الحال. مسكينه ملي فهمات القضيه عيات ما تغوت وتقول لهم راه ما دياليش وداروه ليا تما، ولكن هما قالوا ليها علاش ملي شديناك ما نكرتيش وقلتي لينا راه سفوف. قالت لهم راه تصدمت سيدي وشدتني الخلعه. وهو يقول لها البوليسي راك غرقتي راسك لالا، كنتي تقدري ديري حاجه وحده وهي تسدي فمك. الوالد ملي سمع هاد الشدات من جده وطبيعه الحال عمتي جا من الصبليون حيتاش كان مغرب سيدي كيخدم في مزرعه ديال التوت البري، دار ليها محامي اللي في الاصل ولد عمو حتى هو كيكمل حشيش، وعوض ما ينقص عليها غير ما زاد غرقها حيتاش كيسحب ليه باللي راه امي بزناسه حقيقيه وغادي تقول ليه فين مخبيه الغله. وفي هاد اللحظه جده وبنتها لفعاء استغلوا الفرصه وقالوا للوليد اش غادي دير بوحده حباسه، طلقها وخليها راه ما تستاهلكش، انت خاصك شي وحده اللي تقوم بيك وتقدرك على اساس هو راه جاي من اوكسفورد واللي تكون مراه همه وشان. وهنا راهم كانوا كيدويو على فاتحه خت قويدر البزناس اللي هجاله وراجلها كان قراب وبزناس حتى هو، وخلى ليها شله فلوس اللي كلها حرام في حرام. ولكن واش هما سوقهم بطبيعه الحال لا، ما سوقهمش في كيديرها ولا شنو كانت كدير، المهم عندهم الفلوس وبس. وللاسف داكشي اللي كان الوالد ولات كتبان ليه امي بحال داك غريغور اللي نهار فاق لقى راسو سرق الزيت، وكاع دوك اللي كان كيدير فيهم الخير وخدام على قبلهم كرهوه ونبدوه حتى مات بوحدو. واللي مهتم بهاد الروايه راه كافكا هو اللي كاتبها. ايوا طلق امي في الحبس واللي كانت حامله بيا ديك الساعه وتزوج لهجاله وسط الحبس تما فين غادي تتعرف الام ديالي على واحد السيده سميتها فاطمه اللي كانت كساله ديال الحمام واللي التهمه ديالها كانت القتل العمد مع الاصرار والترصد. غير هو كيفاش وعلاش ما كانش كتبغي تتعمق في التفاصيل، ولكن اللي كنت عارفاه هي انها من اطيب خلق الله وكانت بمثابه الام الثانيه ليا وسط داك الحبس. وثاني حاجه كانت هي المنقذ ديال امي من بعد ما خرجت من الحبس، حيتاش هي اللي وصات عليها واحد صاحبتها باش ملي تخرج تدبر عليها في شي خدمه معاها. وفعلا داكشي اللي كان ملي كملات امي 5 سنين ديالها خرجت من الحبس ومشات نيشان عند بديعه الكساله صاحبه امي فاطمه. كتعاود امي ملي مشات عند بديعه للحمام وعيطت ليها ايوا وهي تخرج عندها، ومع تبارك الله بديعه كانت مرا ونص وبمعنى الكلمه، وعاد ملي كانت خارجه البخار كانت تابعه بحال الشاكرا ديال الكيوبي. ديك الساعه امي ملي شافتها تخلعات ونسات على الجيه. بديعه غير شافتها شاداني من يدي حداها وهي تعنقها وقالت ليها انت ليلى ياك، وهي تقول لها هي انا، وهي تقول لها بديعه ودوي صاحبتي مالك. امي قالت لها اختي بديعه راك درتي واحد الخرجه ماشي هي هذيك، وكتباني بحال شي واحد جاي يخلي ضاربو شي حد اخر وحالفه عليه، خصوصا وان امي كانت يلاه متر و55 كانت كتبان قدامها محقوره. بديعه بدات كتضحك
وهي تقول لنا تسناوني ربع ساعة وغادي نخرج عندكم، ولكن قبل جابت لينا الويمينات وشوية ديال الماء. عاد من بعد خرجات ومشينا معاها للدار ديالها اللي كانت تبارك الله قدها قداش، وعايشه فيها هي وبنتها حنان اللي ما كانتش ديك الساعه. ايوا رحبات بينا وتهلات فينا، ولقيناها موجده لينا واحد البيت في الدار عندها اللي كان احسن من داكشي اللي كانت عايشه فيه امي مع الوالد، زياده على انه ما كانوش دوك الفعات ديال جده وعمتي. بديعه من النهار الاول شافت في امي وقالت ليها ليلى انتي راه بحالك بحالي، غير راجلي انا قطع ومات وانتي راجلك رعواني، داكشي علاش خاصك تشمري على كتافك وتخرجي تخدمي. انا عليا نسكنك وما كلتك حتى هي عليا، ولكن الشي الاخر ضروري تقومي به انت راسك. امي غير سمعتها قالت هكذا طاحت لها على يديها وباست عليها وقالت ليها راه هادشي اللي غديري فيا حتى حد من القراب ليا ما دارو، واللي بغيتيني نديرها نديرها معاك. وهي تقول لها بديعه من زهرك خصنا مرا معانا في الحمام اللي تغسل العيالات وتحك لهم ظهورهم. وهي تقول لها امي راه ما كاين ما سهل من هادشي. انا بديعه بدات كتشوف فيها وقالت لها والله بنيتي ما كاين ما صعب من هادشي، راك غادي تشوفي اللي ما عمرك شفتيه. يسحب لك العيالات ساهلات، لا بنيتي غادي يمرضوك ويجعروك لدرجه تقدري تكرهي راسك، ولكن خاصك تصبري وتجمعي الوقفه، حيتاش الخدمه كيف ما كانت راه حلال وكتخدمي بعرق كتافك. وحاجه اخرى وغادي نقولها لك، ملي تجي نوبتك بالليل في الحمام وتكوني اخر وحده غادي تخرجي وما تطوليش بزاف، وإلا سمعتي شي حاجه ديري راسك ما سمعتيهاش. هاد الهضره هي اللي كانت ريجه ديك الساعه. كانوا كيقولوا باللي داك الحمام فيه شي حاجه ما هياش، ولكن غادي نعرفوا من بعد. هنا امي ما فهمتش بديعه شنو كتقصد ولا شنو بغات توصل ليها، وهي تقول لها بديعه شوفي ما تسوليش بزاف، ومن الاحسن ما كيلاش تعرفي، حيتاش الجهل في بزاف المرات راحه. داكشي علاش ديري داكشي اللي قلت لك بلا ما تبرزطي. امي حضرت راسها وقالت لها ما تخافيش اختي بديعه، اللي قلتيها ليا غادي نديرها ان شاء الله. ولكن رغم ذلك كنت كنحس بها كترعاد حدايا. ملي قالتها ليها جاتها في شكال، حيتاش كان جنها وجنونها تسمع شي حاجه هكذا وكانت خوافه. ايوا النهار اللي من بعدو بدات امي الخدمه مع بديعه في الحمام، وكان هذاك هو النهار اللي عرفات فيه المعنى الخدمه مع العيالات خصوصا في الحمام، حيتاش فروحوا هذاك النهار وكل وحده وكيفاش كانت دايره وكل وحده وشنو كانت كتبغي. عاد زيد كانوا قاصحات معاها من غير واحد السيده اللي كان سميتها يطو، تعاملت معاها مزيان، ولكن واخا هكذاك قالت ليها بديعه حضي منها وما تعمريش معاها بزاف، راها مرا صعيبه وصعيبه بزاف، راه راجلها اللي راجلها نهار غبر غبره وحده ما بقى بان وكل شي شاك فيها، ولكن حتى حد ما عنده عليها دليل. وراه كتعيا مع ناصر باش يكري ليها الحمام، ولكن هو كيعطيه لها غير نهار تبغيه. وهذا الشيء اللي غادي تكتشفوا امي من بعد واحد السيمانه اخرى. جات ديك يطو كانت دايره شي تخربيق لشعرها ولحمها، المهم مع الشبا مزيان لدرجه ملي خوات عليها الماء بحال تقول رشيتي السحور في داك الحمام، وشي ريحه خرجت ليه لا يوريك. العيالات غير شافوا داك الشيء وما يبعدوا منها، ولكن امي حيت نيه بقات في ديك البلاصه حداها. واحد اللحظه ما فهمت والو، مالها شنو وقع عليها الله اعلم، علاش طاحت الله اعلم. ديك الساعه جابوها من الحمام للدار وانا باقا عاقله عليها كيفاش كانت، حس الدم في وجهها ما كانش وعينيها غير محلولين وخايفين، واخا هي في الاصل كانت مغيبه. بديعه في ديك اللحظه ما خلات ما دارت ليها، وفي الاخر دوا المستعجلات تقول لها واحد البرا باش تكالما، حيت واخا كانت مغيبه العقل ديالها كان خدام وفي كل مره كتفيق وتغوت. وبقات تما ديك الليله حتى النهار اللي من بعدو عاد جابوها. ملي استعقلات شويه وهي تسولها بديعه شنو وقع عليك، امي بحال الذاكره ديالها تمسحات، ولكن بقات عاقله على اللقطه اللي شافت فيها شي حاجه كدور بها في ديك البلاصه. شنو هي هاد الحاجه الله اعلم. ولكن ملي مشات بديعه للحمام ورجعات هنا فين تفرقعات على امي وقالت ليها ياك قلت لك بعدي من البلاصه اللي كتكون فيها ديك السيده. امي قالت لها شكون السيده، وهي تقول لها بديعه يطو يطو قلت لك ما تقربيش من ساحتها. وامي في ديك اللحظه راه ما كانتش كتعرف سميت ايطو، واخا كانت جات عندها المره الاولى ولكن راه ما كانتش عارفه سميتها وما فهماتش علاش بديعه بدات كتغوت عليها. وهي تقول لها انت ملي شفتيها لاحت الماء وغسلت حالتها وشفتي كاع العيالات هربوا، علاش انت بقيتي حداها وعلاش انت ما هربتيش؟ امي مازال ما فاهمه والو. حتى غادي يدق الباب، حلات حنان الباب وهي تدخل نفس السيده اللي كانت في الحمام واللي هي يطو. حدها دخلت للدار بديعه جمدات، وباش نكونوا واضحين كيف ما قلت لكم بديعه راه تبارك الله طاره وطوناش. يطو كانت صغيره بحال لاطاي ديال امي، ولكن رغم ذلك كانت شاعله الخوف بديعه. وفي ديك اللحظه وهي تقول لها يطو راه ما مزيانش نهضروا في الناس بديعه،
حيتاش الهضره ما كطولش العمر. وهي تقول لها بديعه وانتي اجابك عندي. وقالت لها انا علاش خليتيها دخلات؟ وهي تقول لها غير بقات فيا هاد السيده، اما راه ما نجيش عندك. وداك الشيء لاش جيت باش نداويها. هبطات عند امي وهي تخوي لها واحد الماء على جبهتها وقالت لها شي حاجه في ودنيها. ديك الساعه انا تصحى سلام وكأن شيئا لم يكن، بحال تقول كانت غير كضحك. ديك الساعه امي عاد رجعت لها الذاكره، حيتاش قبل واخا دوات معاها بديعه الا انها كان كيهرب ليها شنو كتقول. ولكن ديك الساعه وهي تقول لهم ياك لاباس مالكم مجموعين عليا. بديعه بغات تهضر وهي تفكر باللي الطوكينه الساعه دارت بناقص، بقات غير كتشوف فيا هي وبنتها. ومن بعد وهي تقول ايه البديعه زعما انت ما غادي تضايفيني ما والو. وهي تقول لها بديعه غير سمحي لي كلشي مقادي وما كاينش باش. ديك الساعه يطو جمعات الوقفه وناضت وقالت لامي ما يكون عندك باس وسمحي لي. غير خرجات بديعه وهي تبرك حدا امي وقالت ليها سمعي يا ليلى، النهار الاول قلت لك بعدي من هاد السيده وراه انا ما كنتفائلش بها تدخل لداري. بنت بديعه وهي تقول ليها ولكن امي راه هي غير جات داواتها ومشات، وكون كانت خايبه كاع ما دير هكذا. سكتات بديعه وهي تقول لنا كاملين راه ديك السيده هي اللي خرجات على فاطمه صاحبتي وبسببها تشدات في الحبس المؤبد، وكون ما هي كون عمرها يوقع لها داكشي اللي وقع. فهاد اللحظه كلشي توقد وبغينا نعرفوا هاد المراه شنو دارت. وهي تقول لها بديعه فاطمه كانت عايشه هي وراجلها بخير وما كان عندها حتى مشكل حتى النهار اللي غادي تجبد العداوه مع يطو. امي قالت لي اش من عداوه جبدات؟ بديعه وهي تقول لها يطو كيف ما كان الحال راه شوافه ومخاويه. كان جات عند فاطمه وبغات الوسخ ديال المرا اخرى اللي كانت فاطمه كتحك ليها داك النهار. ايوا فاطمه ما بغاتش وقالت ليها والله لا كانت ليك السحاره وشوهاتها في الدرب كامل. ومن ذاك النهار حقدت عليها ودارت ليها السحور عنوه في الحمام وقلبات ليها العقل. السيده ولات كتشوف الجنون وقالت لك ما بقاتش كترتاح ولات غير كتخربق وكتخيل باللي راجلها كيخونها مع يطو. ولكن حتى حاجه من هادشي ما كانت، حيت داكشي كان عندها بوحده في دماغها، اما الواقع راه ما كاين فيه والو. بقات فاطمه حتى ما بقى عندها فين تزيد ودارت جريمه اخطر منها ما كاينش. بالليل كنسمع الغوات والصداع جاي من برا الحمام، حيت ديك الساعه انا كنت لداخل. العيالات كلشي بداو كيغوتوا خايفين ومخلوعين، وهذا الشيء كامل بسبب فاطمه اللي كانت داخله للحمام وهزه موس قدو قداش كله عامر دمايات وداخله للحمام ساهيه وما فاهماش شنو واقع ليها. وللاسف ديك الليله كانت سالات مع الراجل ديالها وصفاتها ليه بمره، وكان جايه للحمام وما عارفاش راسها علاش جايه كاع. ناضت الروينه وسط الحمام جاب الله مشات لواحد البلاصه ولحت الموس وبركات بحال تقول سالات المهمه ديالها. انا واخا تخلعت من المنظر ديالها قربت عندها بغيت ندوي معاها نقول لها شنو واقع، ما جاوبتنيش لدرجه عينيها كانوا خاويين بحال تقول هذيك ما كانتش فاطمه اصلا وباللي وسط منها شي حد اخر والله اعلم. والبقيه راك عارفاها تشدات وتحكمت مؤبد. امي تخلعات من القصه اللي عاودت بديعه، ولكن في نفس الوقت ما كانتش مقتنعه بديك الهضره وجاتها من المستحيلات وباللي فاطمه كاع الا صفات راجلها راه كان بخاطرها وماشي فوق منه. واي واحد دار شي حاجه راه الاراده هي اللي كتكون متحكمه فيه وماشي شي حاجه اخرى. ايوا دازت ليام من بعد هادشي ورجعت امي للخدمه وهي تجي عندها يطو وقالت لها الا ما كان عندك والو نهار السبت ملي تسالي بقاي في الحمام راه غادي ندير الليله ديال قناوه تما. انا امي ما فهمت والو، قلت لها كيفاش؟ وهي تقول لها راه كندير ليله كل عام في هذا الحمام. قوت ما امي تخربقات مسكينه قالت لها واخا اللي بان لك. غير مشات يطو وهي تمشي امي عند بديعه قالتها ليها وهي تقول لها راه اصلا بسبب هذا الشيء باش كينوض الصداع بينها وبين الطيابات اللي سبقوا، حيتاش كتكري الحمام من عند ناصر اللي كيف قلت لك كيكريه ليها مره في العام وتما فين كيوقع اللعب. امي قالت لها واش كانت فاطمه كتخدم معاها تما؟ وهي تقول لها بديعه بصح كانت كتخدم معاها في الاول ولكن من بعد هادشي ما بقاش وبقات حتى كبرت الخصومه بيناتهم ووقع اللي وقع. ديك التخليطه اللي هربوا منها العيالات وبقيتي انت حداها راه كديرها في كل مره كتقرب هاد الليله المشؤومه ديالها. انا امي وهي توقعت وحسات باللي شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن قلت شي كترشي يا سيدي. وما كانش عندها حل الا انها دير داكشي اللي قالت لها يطو وتمشي معاها في هبالها. وصل نهار السبت كيف أذن المغرب كنت كنسمع بودني داك الدق ديال الطبل والقراقب ديال القناوه كيلعلعوا في الحومه لدرجه
الضربة ديال الطبل كانت كتهز الدار كاملة. أمي مع ما كانت حتى حد داتني معاها، وأنا نقدر نكون كنت صغيرة بزاف وعمري تقريبا ما فايتش 7 سنين، ولكن عاقل على داك الشي اللي شفت. يطو كانت لابسة لبسة خضراء وقناوة وراها كيضربوا وهي غادية وكتمايل غير بشوية، ومع عيالات في جنبها لابسين الحمر، وواحد راجل كبير كان لابس الصفر لدرجة اللون ديالو تخليك تبقى مركز غير فيه هو. ومعاه شي ناس آخرين كانوا وراها. دخلوا للحمام وبقاو غاديين حتى وصلوا للبيت الثاني اللي معروف ديال السخون، وحيتاش الحمام ما كانش خدام كان عادي، غير هو كان مظلم. دوك العيالات اللي سبقوا لداخل كانوا هازين واحد الشمع اللي كبير شويه وغليظ، وربعوا داك البيت بحيث ان كل قنت كانت فيه شمعه، والشمعه كان خاصها تضوي غير القنات فقط، اما الوسط الضوء ديالو خصو يكون قليل اولا معدوم. قناوه بركل الارض ويطبقات واقفه وكتمايل كيف ما كانت كدير براه. حتى لواحد اللحظه سكتوا في مره، من بعدها بواحد شويه غادي نسمعوا واحد الضربه في الطبل اللي زلزلات الحمام كامل. والصدمه الكبيره ما كانتش في الضربه ديال الطبل قد ما كانت في شكون اللي ضرب اصلا داك الطبل، حيت ما كان حداه حتى حد. وملي كنقول حتى واحد راه حتى واحد. انا غير شفت هكذاك ومع كنت صغيره حميتها للغوات والبكا. ديك الساعه وهي تشوف فيا يطو واحد الشوفه كتخلع، جمدت في بلاصتي، وامي جات عندي عنقاتني وبركات حدايا، واللي كنت كنحس بالقلب ديالها في ظهري كيضرب بالجهد. وبداو خدامين كيضربوا مره اخرى، وهاد المره كاع اللي كانوا باركين بداو كيتحيروا ويجذبوا، خصوصا ان الاغنيه كان فيها سميه ديال واحد من ملوك الجن اللي في كل مره كانوا كيعيطوا ليه كتحس بالبيت سخن بحال تقول حامين تحتو العواد. من بعد جات يطو شدات امي من يديها وداتها للوسط وبقات شاداها، حتى في واحد اللحظه امي بدات كتحير بلا هواها، والسيده ما بقاتش عاقله وعينيها مسدودين بمره تقول تسكنت. بقى الايقاع خدام وهي غير ما كتحير، حتى بدل القناوي الهضره وبدا كيعيط لحمو. تما فين يطو عطات الامي جوج ديال الجناوه قدام قداش اللي كانت كتحير بهم وكتضرب راسها في كل قنت. انا غير شفت هكذا بديت كنغوت وكنبكي، وامي وامي تسوقاتش ليا وبقات خدامه. حتى جات عندي الطو ضرباتني بواحد التصرفيقه حتى درت جوج دورات، غيبت ما بقيتش حاسه بشنو داير بيا كاع. ما فقتش حتى للصباح اللي من بعدو لقيت راسي في البيت ديال الدار وامي ما كانتش حدايا كاع. انا مع ديك التروما اللي دازت عليا واللي عشت خرجت كنبكي وكنقلب عليها ونغوت، حتى كنلقاها هي وبديعه وبنتها كيفطروا. مشيت عنقتها وبركت حداها وهي كتقول لي مالك يا جمانه شنو واقع ليك، واش فقتي مخلوعه كتحلمي بشي حاجه ولا شنو؟ وانا ما كندويش غير كنبكي وصافي. ولكن اللي تار الانتباه ديالي واخا كنت صغيره هو انه نبشه وحده ما كانتش فيها، طراس وحده ديال الموس ما كانتش في يديها، كيفاش وعلاش الله اعلم. وانا نقول لها امي راه كنتي كتجرحي راسك بالليل وسط الحمام، وهي تبقى كتشوف فيا وكتضحك. قالت لي الله يهديك يا بنتي، انا راه ما عقلتش على والو، البارح جابوني سخفانه لهنا. هنا بديعه غير سمعتني قلت هكذا، وهي تقول لها ياك ما جراتك يطول الحضره ومشيتي. امي قالت ليها والله ما عقلت اختي بديعه، انا اللي عقلت عليه كنت خدامه مع البنات وكنت شاده جمانه شويه ما بقيت عاقل على والو. ديك الساعه وهي تقول لها بديعه صافي بنت الحرام عطاتك الجنون تلبسوك في الحضره وداروا داكشي اللي بغاو. بديعه كانت كتهضر ومكشكشه وخايفه، وهي تقول لامي سمعي ليلى انا حذرتك هذيك لفعه، ولكن راه ما يمكنش تبقاي ساكنه معايا في داري، حيت الوقت والزمان هذا ما عرفتش يمكن ما نصبحش شي نهار وتصدقي مصفيه ليا انا وبنتي. وهي تقول لي امي اش كتخربقي بديعه، واش لهاد الدرجه كتثقي في هاد الخريف؟ وهي تقول لي كون ما شفتوش قدامي كاع ما نقول هكذا، غير سمحي لي يا اختي، ولكن الدار اللي كانت سايعه كنتي وبنتك ضاقت اليوم، والخدمه راك غادي تبقاي خدامه، شي حاجه اخرى ما عندي ما ندير ليك، واللي في جهدي راني درتو. امي بقات غير كتشوف ما فهمت والو، علاش درت معاها هكذا، واش لهاد الدرجه يطو كتخلع وخطيره بزاف. امي ما طولتش الهضره، ديك الساعه ناضت البيت جمعات حوايجها والحوايج ديالي وجراتني، ومن تما خرجنا. بقينا غاديين ويبان لينا واحد السيد سميتو ابراهيم سمسار ومعروف في الحومه وكيكري البيوت للناس والعيالات. غير شافتو امي مشات عنده وقالت ليه راه كنقلب على شي بيت ليا ولبنتي، وهو يقول لها صبري عليا حتى العشيه ونقلب ليك على شي حاجه. وهي تقول لي امي راه معوله عليك، عندك تخليني من شوره هنا انا وبنتي. قال لي ما تخافي والو، ايوا يلا غادي نزيدو من حداه. وانا نسمع شي حد كيعيط لامي بسميتها. الدوره اللي غادي ندور
وهي تبان ليا يطو. انا غير شفتها تفكرت التصرفيقه والخلعه اللي عيشاتني الليله اللي فاتت. امي دارت وهي تمشي عندها وهي تقول لها يطو فين غادا انت والبنت بحوايجكم، وهي تقول لها امي راه ما تفهمش مع بديعه وصافي تقاد الرزق معاها وخصني نخرج من عندها. هنا يطو بدات كتولول. ويلي ويلي على الصحبه، بنادم ما مزيانش. وهي تقول لها عرفتي شنو، يلا معايا انا داري واسعه وعريضه وعايشه فيها غير بوحدي انا وجوادي وما كاينش اللي يزحزحكم من تما. امي قالت لها لا غير خليك، راه وصيت ابراهيم السمسار. وهي تقول لها واش هبلتي، هذاك راه غادي يصدق ملصق ليك شي بيت مع شي عاقسه ولا شي وحده من صحابات طاقه الجلب وتصدق بالياك بالمنمر ونوكي عظم تولي منك المحكمه. يلا معايا عيشي في الدار وتمرحي، وإلا كنتي كتعرفي الطيبي راه غادا ديري فينا خير لا انا لا بنتك. وداك الشيء اللي كان مشينا معاها لدارها اللي كانت قدها قداش. السيده تبارك الله عايشه بوحدها في هذا الخير كامل ومفرشاها على حقها وطريقها. خليك اسيدي من داك التفكير السوفيسطائي ديال حقها، دار شوافه كتكون كحله وعامره رايات وشيلان ديال السادات. اوالو ما كاين، تقدر تقول من خيرة الديور والريحه ديالها زوينه وكل شي زين. داكشي ما عمرني شفت بحالو. وهنا تهرسات في عقلي ديك الفكره النمطيه اللي بناتها بديعه على يطو. ولكن واخا هكداك ديك التصرفيقه اللي عطاتني خلاتني نبقى شاده لاكارد. ايوا عطاتنا واحد البيت فين يبان داك البيت اللي كانت عاطيانا بديعه وتهلات فينا الى ابعد الحدود. غير هو هادشي كان فقط ظاهري حيت يطو بينات لينا غير الجبل، اما داك الوتد اللي مغروس لتحت خباتو علينا. من غير انها كانت شوافه كانت عندها واحد الطاقه تلاعبيه وواحد القدره على غسل الادمغه. تقدر تخليك غير كتشوف لعبات بأمي كيف ما بغات ولات مسيطر عليها لدرجة كدير فيه داكشي اللي بغات. أما أنا غير كتخرج أمي للخدمة وتمشي للحمام كانت كدوز عليا العذاب الأليم، وجهها كيتبدل وكتولي وحدة أخرى لدرجة غير تشوفني شادة شي قن تغوت عليا. من غير أنني كنت كنشوف العجب عندها في الدار. شحال من مرة كنكون ناعسة كنشوف الخيال ديال شي راجل فوق الماريو، وشحال من مرة سمعت شي حد كيتنفس قريب لوجهي وملي كنوض ما كنلقى حتى واحد. كنت كنسمع بالليل الغوات والصداع وكنشم شي بخور وشي حاجه كتضر في الراس، وكنت ديما كنفيق بالكوابيس بالليل وكنبقى نتفكر ديك الليله ديال الحضره. غير في هاد المره كنت كنكون انا اللي هز الجناوه الكبار. حتى لواحد المره كنت فقت بالليل ومشيت للكوزينه باش نشرب وكان الضو طافي. غير شعلتو كنلقى يطو باركه وكتاكل في شي حاجه والدم هابط لها مع فمها. انا عند بالي كتاكل الباربه ولا شي حاجه اخرى. الساعه ملي حققت مزيان لقيتها كتاكل في الكبده خضراء وما حسيتش باللي راني كنشوفها، واصلا هي كانت باركه في الظلام وما حساش. ديك الساعه طفيت الضو وطلعت كنجري للبيت وسديت الباب. تخشيت حدا امي ولكن رغم ذلك حسيت شي حد حدا الباب تبعني وبدا بحال كيعيط بشويه. جمانه جمانه خرجي خرجي عندي نلعبو. انا قلبي كان غادي يسكت، درت على راسي المانطه وسمعت باللي الباب تحل وبحال شي حد حط يدو فوق المانطه وكيقول لي جمانه جمانه. ولكن انا بقيت مخشيه في امي وشاده المانطه وكنبكي لدرجه كنت غادي نموت بالخلعه. وملي كنت كنقولها لامي عندكم كيسحاب لكم كانت كتيق فيا ولا كتقول لي صبري، كتقول لي ما تبقايش تكذبي على خالتك يطو كتلي يعني وهاد الفشوش خاصك تحيديهم منك. وحمدي الله حيت لقينا يطو مسكنانا ومهليه فينا. ولكن واش هادشي بصح؟ لا، حيتاش في الاصل ماشي حنا اللي كنا محتاجين يطو ولكن يطو اللي كانت محتاجه امي. والسبب هو امي كانت خدامه في الحمام، يعني ما كانتش كدير شي حاجه لله في سبيل الله ولكن كانت كديرها مجبره. وللاسف حتى امي ولات مطاوعاها وكدير ليها هذاك الشيء اللي بغات وكيف ما بغات، وكانت كتجيب ليها شله حاجات من الحمام. ولكن شنو بالضبط ما كانش عندي علم، حيتاش غير كانت كتجي امي كيدخلوا للبيت عندها وكيبقاو يوشوشوا ويهضروا، ولكن شنو جابت وشنو دارت الله اعلم. المهم كانت كدير شي تنوعيره هي وياها تما. ولكن مع الوقت هادشي ديال يطو امي بدا كيعطي الريحه ديالو في الحومه وبدات كتعيق بها بديعه. امي شداتها سخونه وجات حطاتها على يطو وهي تقول لها يطو سيري كوني هانيه. هذيك اصلا كانت كتقلب على خلاها وانا غادي نضطر بها دابا باش ما تلقاش منين تشدنا. كنت كنسحب ان امي غادي تقول ليها لا وغير خليها، حيت كيف ما كان الحال الخير ما خصوش يتنسى وما ينسى الخير غير ولد الحرام. ولكن بقوت ما غسلات ليها يطو الدماغ، ما عقلات لا على خير لا على بوه.
والو السيدة مسحورة. واحد المرة كنت كندوي معاها، هي ساهية وحالة فمها، فين كتشوف شنو كتشوف الله أعلم، عايشة في العالم الموازي ديالها. ومن بعد هاد الواقعة حتى كنسمع أمي كتقول لي الطو باللي بديعة ما جاتش اليوم والبارح، يمكن داكشي اللي دعيتي عليها به استجب ليه الله وعطاها العقاب ديالها. وهنا غادي ندوزو لمرحلة أخرى من الفكر اللي كان عندي الطو. راه ما كانتش مرأة عادية كيف كنت كنتخيل أو لا غير شوافة، لا، وإنما كانت واحد المتحكمة في العقول من درجة كبيرة. داكشي ديال راس بوتين. ما كانتش كتآمن بالمعتقد اللي كيعرفو أي مسلم عادي، ولكن كانت داخلة في واحد المرحلة بعيدة من التطرف الديني، الحاجة اللي كتخلي أي ضعيف النفس والإيمان يمشي معاه في الأهواء ديالها. وهذا الشيء بالضبط اللي كانت بانية للأم ديالي. كانت عاطياها تصور باللي راه الله عاطيها كرامات وكتقدر تشوف الجن، وباللي إلا دعات في شي حد ربي كيتوالاه وكيعيش العذاب، وبأنها ولية صالحة. ولكن الغريب هو أن أمي ما فهمتش باللي السبب الرئيسي ما كانش الدعوات ديال يطو، وما كانوش هما اللي طيحوا بديعة، ولكن السحور اللي دارت ليها بداكشي اللي جابت أمي من المشطة ديال بديعة ليطو. والإنسان اللي فاقد الإرادة راه ما كيقدرش يفرق أو لا يميز بين داكشي اللي وقع، وعوض من أنها تفكر بالعقل فكرات بالعاطفة اللي صافي ولات 100% تابعة ليطو وكدير داكشي اللي بغات يطو. وملي دارت الهضره وراجت باللي بديعه مرضات بسبب السحور، بنتها حنان واللي كانت تقريبا قريبه لامي في السن، بحال حسات باللي امي هي السبب في هادشي اللي وقع للام ديالها. وبدون مقدمات حنان جات ضاربه المنمر وجابت معاها 3 ديال البنات معوله على خزيت. واللي ما فهمتش اصلا هو علاش حنان جابت معاها 3 ديال البنات اخرين وهي كدير من امي 3. ايوا سدوا الباب ديال الحمام وشدوها الوسط كل وحده وشنو كانت كدير. اما العيالات اللي كانوا تما كيعوموا حتى وحده فيهم ما قدرت تهضر ولا تقول شي حاجه. فرشخوها تفرشيخ ديال الكلاب لدرجه نزلوا عليها بالسطوله ديال الحديد اللي كانوا في الحمام، هلكوها عصا وما خرجوا من تما حتى خلاوها كلها دمايات ما فيها حتى عظم صحيح. ايوا تا خرجوا سالاو وفرشخوها وسالاو منها. عاد عيالات حماو الغوات، زعما راه درنا اللازم وطلبنا النجده، وراه ملي كنقول لكم كلاوها راه كنعنيها بجميع المعاني، ما خلوا فيها والو. جات لومبيلونس هزوها، شداتني الطود داتني لعندها للسبيطار، ما كانتش واعيه وكانت مغيبه، وبقوت العصا اللي كلات الملامح ديال وجهها ما بقاوش كيبانوا، وعاد زيد نزفات بزاف ديال الدم بسبب الضربات اللي جاوها في الراس. حيت اصلا حنان بنت بديعه كانت جايه معوله باش تصفيها ليها بمره. كنت كنشوف فيها من الدجاجه وكنبكي وهي الطوم مزيره ليا على يدي وكتقول لي هادشي اللي كتشوفي فيه راه والو من داكشي اللي عانيتها بنتي، غير ولفي وقصحي قلبك حيت هادشي ما غاديش ينفعك، وكل ما شافوك ضعيفه غادي يعفسوا عليك. انا ما عرفت واش حنات عليا ولا قالت ديك الهضره غير هكاك، ولكن اللي كنت حاسه به وثيقه فيه هي ان يطو كانت بحال عارفه ان امي ما غاديش تطول في هذه الحياه. وفعلا داكشي اللي وقع من بعد ايام قليله قالوا لينا باللي راه ماتت. وانا بقوه الصدمه بقيت غير ساكته، ما بكيت ما والو، كنت غير كنشوف. حتى يطو ما عنقاتني ما وساتني، بقات غير كتشوف فيها وقالت لي الدنيا هكذا دايره كل ونوبته، داكشي لاش ما تربي الكبده على التحد باش ما تعذبيش، وعلى قصوحيه كانت فيها، وعلى نكران تقول مربيه في زريبه مع الحلوف. ناضت عندي وقالت لي انتي من اليوم غادي تبقاي هنا وما غاديش تخرجي ولا تضرجي، غادي ترباي عندي وتولي تخدميني كيف كانت كدير امك قبل منك. ولات مدوزه عليا العذاب تقريبا واحد الشهر كله عذاب. حتى لواحد النهار جا دق علينا واحد الراجل وقال لي كنسول على جمانه، وهي تقول لي شكون انت، هو يقول لي انا باها، سمعت باللي ما ماتت الله يرحمها، داكشي لا جيت باش نديها اليوم. وهي تقول لي واش انت سنين وليحه عاجي كتقلب عليها ولا كيفاش، هو يقول لي انا باها بالشرع وبالقانون، وإلا كانت كتجيك شي حاجه عطيني شي ورقه تبتي ليا. عيات ما طرطا، وفي الاخر عيطات ليا جمعت حوايجي ومشيت معاه، غاديه مع راجل اللي هو با، وفي نفس الوقت غريب عليا وعمرني شفتو حتى كيدير، ما سلم عليا ما عنقني ما واساني ما حتى حاجه، طلعني للطوموبيل وتحركنا. شفتنا ديك الدار وهو يقول لي اسمع يا جمانه انا باك، ايه، ولكن ملي غادي تمشي لديك الدار غادي تكوني بحالك بحال ايتها الناس، وفاتحه مراتي عيانه وخاصه اللي تعاونها. داكشي علاش قلت نجيبك انتي بنتي وما نخليكش البراني، اللهم تخدمي في دار باك ولا تخدمي في دار البرهاني. بقيت غير مبهوضه وكنشوف وكنقول واش هذا من نيته كيخرج هاد الهضره من فمه، راه كان خصو يكون هو اول واحد في جنبي وعلى الاقل يتهلا فيا ويعوضني على السنوات حرمان اللي عشت.
ولكن هيهات، فهاد القصة جمانة مكتوب لك غير العصا والتكرفيس وغيره ما كاينش. وصلنا للدار، غير دخلت وهي تشوفني فاتحة وقالت ليه هادي هي بنتك اللي فاضحني بها؟ تا مالا مدعوق، تا فينا هما الكتاف باش غادي تعاونني اسيدي؟ هو كيدلل ليها بحال الكلب. ما تخافي والو فاتحة، راه ناضيه وكتقضي الشغل. وما نكذبش عليكم، امي علمتني ما نهزش كاس. كنت فنيانه، واخا كانت كتحرط عليا يدو، ولكن بصح كنت فنيانه. ومع طاحت مع هاد فاتحة دايره بحال القنيه. والده شي 4 الدراري متابعين، كل عام واحد ما كتنفسش. وخلات واحد هو الصغير دارت به الفرق ديال 7 سنين. قالت لك حقا يربيو خوتو. ايوا قالت لي شوف هادي خليها غير لبيتي تقادو وتصايبو، حيت كاع ما كنتيق في ديك امك واختك. وهنا كانت الصدمه. ولكن الصدمه الكبيره هي انك تكون كتصنت ليا وما ديرش اشتراك وما درتيش جام. داكشي علاش ورك عليها الله يرحم لك الوالدين. ونكملوا القصه. ايوا الصدمه كانت ان الخدامه اللي كتجي تجف في الدار وتقادها هي عمتي، اللي راجلها قويضر وشدوه وضربوه بالمؤبد. اما الطيابه ديال الكوزينه وبدون مفاجات كانت هي جده. وسبحان الله، غير شافوني وما بداو في التبلحيس ودموع التماسيح. بنت ولدي لا بنت خويا، ونساو باللي راهم السبب باش تشديت وانا في كرش امي ظلما بسببهم. ولكن ديك اللحظه فين شعلات ليا البوله ديال الانتقام، حضرت راسي وكنت دايره راسي خدامه وانا في عمري تقريبا 14 ولا 15 عام. دوزت تكرفيس اللي ما بعده تكرفيس، لا من فاتحه لا من جده اللي ولات حتى هي كتبرد فيا الغديد ديال فاتحه. المهم كنت انا هو الحيط القصير. ولكن واخا هكذاك، واخا كنت في الدار ديال با ولا كذوب على الله حرام كنت في الدار ديال فاتحه، كنت كنحس باللي شي رابط بيني وبين الطو ديما كان وعمر وتقطع. ديما كنفيق بيها وديما كنحس باللي راها حدايا ومعايا، اولا كتراقبني بشي حاجه ديالها. وهذا الشيء اللي كان غير احساس في الاول، ولكن مع الوقت بديت كنحس به واقع وما عنديش كيفاش نفيه. ديما بالليل ما كنوض بكوابيس، ومرات كنحس باللي شي حد قريب ليا بالليل، نفس داكشي اللي كنت كنحسو في الدار ديالي الطو الشوافه. ومع تبارك الله حياتي كانت شابعه احداث. فاتحه نهار بغات تولد وقع لها نزيف حاد وماتت بسببه هي وولدها اللي كان في كرشها. وخوات الساحه الجده وعمتي. وهنا دزت ل 16 الوحش ديال العذاب، حيت اللهم ما لقاك مع فاتحه ولا هاد الجوج الفعات وقمه العذاب. خصوصا حيت فاتحه ما كان عندها اللي ولد فيها، خوها مشدود مؤبد، ولادها صغار بزاف. يعني اللي بقى ليه كل شيء وغيتصرف في كل شيء هو الوالد، واللي ولا بحال شي جرتيله. السيد ترون في حالته وما بقاش كيف كان، ولا غير كيهدرز. وهذا الشيء كان معروف شكون سبابه. وبطبيعه الحال جده وبنتها كانوا كيلغجوا ليه لا هو لا ولادو. انا بوحدي اللي كنت سالكه عند بالهم واقيلا خارجه من الورث ولا ما نعرف. وباش نجيكم من الاخر، هي الطو واخا كانت صعيبه، الا انها كانت كتجيك فاصونيشان ماشي بحال جده اللي كانت عقرب، كتخليك تبقى غير تشوف. مرات كتشوفها كتصلي، مرات موضراها، كل مره وكيفاش. حتى لواحد المره كنت ناعسه حتى كنسمع شي حد دخل عليا للبيت. يلا بغيت نغوت وهو يضوي البيل، واللي كان هو الوالد. دخل عندي وجري حدايا وقال لي سمعيني يا جمانه. ديك الساعه اللي كنت كنشم فيه هو شي ريحه غريبه، وفي الغالب انه كان شارب. هو يقول لي انا عارف واخا نقول لي قلت عمرك غادي تسامحي ليا وعمرك غادي تشوفيني باك، ولكن كوني اكيده اي حاجه درتها راه ما كانتش لخاطري، راه لكوني بالسحور لدرجه الريه ديالي والمعده ديالي كالوا العصا وما بقيتش قادر تنوقف. وهو يجبد لي جوج سوارت ومعاهم واحد الورقه فيها عنوان ديال واحد الدار. قال لي نهار ندرك زلافتي غادي تمشي لهاد العنوان وتقلبي على الدار اللي فيه، وملي تحلي الباب ديال الدار غادي تلقاي بيت ديالو مسدود، تما غادي تحليه بالساروت الاخر، ومن بعد غادي تلقاي شي بركه باش تعيشي انت وخوتك. وانا نقول ليه واش جده وعمتي؟ هو يقول لي ما تطوليش معاهم حيتاش غادي يعذبوك في حياتك ويستعبدوك بسحورهم كيف ما داروا ليا. نوصيك ما تنسيش خوتك حيت ما عندهم حتى ذنب، وراه هما اللي غادي يسندوك ملي تكبري. غير كوني على بال. غير قال هاد الهضره ومشى خرج في حاله. ايوا النهار اللي من بعدو كنسمع الغوات في الدار والبكا. ملي خرجت كنلقى جده كتمرغ وكتقول ولدي مات، عمتي حتى هي كتبكي خويا مات. انا ما فهمت والو، وباش ما نكذبش ما حسيت بوالو، حيت اصلا ما كان كيعني ليا والو. جده غير شافتني كنشوف وما كنبكي ما والو، جات شداتني وجراتني من شعري باش نبكي صحه واشوف على قصوحيه القلب. وصدقت انا كنبكي، ولكن ماشي عليه وانما على شعري اللي تجر. اما كيفاش مات، قال لي كان غادي بطوموبيلته ضرب في البارير وتلاح في واحد الواد هو وياها. كاين اللي كيقول كسيده وكاين اللي كيقول تقطع ليه الفران، ولكن انا اللي كنت عارفه وخصوصا من بعد ديك الهضره اللي جا قال ليا
وهو انه هو اللي غادي يكون دار داك الشيء في راسو باش يرتاح كيف ما كيظن في بالو، في الوقت اللي كان يقدر يواجه كل شيء ويعيش كيف بغا، وعلى الاقل يعوضني غير على شويه. ولكن هو اختار الطريق السهل. ايوا داز العزو كل شيء رجع لبلاصتو، وهنا تاني غنرجعوا لعهد العبيد والنخاسه من جده وعمتي، ولاو باغيين يطغاو علينا وباغيين يتكرفسوا علينا كاملين. ولكن ما عرفتش داك الجهد منين جاني، وانا كنت قربت تقريبا ل 18 عام ولا 17. شديت عمتي لصقتها مع الحيط، قلت ليها خليني نحترمك ونحترم شيبتك. هي غير شافتني وشافت القضيه حماضت وهي ترجع للور. ولكن جده لا، عقروشه بقات عليا وامسخوت عمتها وجداها والفاعله والتاركه. المهم خلت ما قالت. من بعد مشات ناضت توضات باش تصلي، وماشي باش تقرب الله ولكن باش دعي عليها. غير هو اللي كنت عارفه ومتاكده منه باللي لا كان العبد غايب عليه شنو كاين في القلب، الله راه ما كيخلي حتى حاجه، واللي دار شي ذنب غادي يرجع عليه. ايوا من داك النهار رجعت القضيه مقاده، كلشي شد بلاصتو، وليت انا اللي حاكمه وشاده القضيه كيف خاصها تشد. ودرت داكشي اللي كان قال لي الوالد قبل ما يموت، ومشيت لديك الدار. غير وانا ما لقيتش بركه ديال الفلوس، ولكن راه لقيت فلوس وفلوس كثيره باينه كان جامعه من داكشي اللي كان كيدير. ولكن واش انا سوقي خوتي سوقهم؟ لا. مشيت حليت كونط في البنكه وبديت كل مره كنقول بشويه بشويه، وعلى مدار سنوات حتى درت 25 عام. وهنا فين غادي نعاود نرجع للحومه اللي كان فيها الحمام، وغادي نشري دار تما بالمساعده ديال ابراهيم السمسار، واللي غادي نسكن فيها انا وخوتي حيت عييت ما نهرب. ولكن ديك الحومه هي اللي بدا فيها كل شيء، وهي اللي كان خاصني نسالي فيها كل شيء. ومشيت باش نشري الحمام حتى هو باللي فيه، حيت بقوه ما كرهتو بغيت نردمو بمره ونخلي الارض ديالو مسطحه. ولكن واش هادشي ساهل؟ لا. ملي قلتها لابراهيم السمسار ضاعت الهضره، وهي تجي عندي واحد المره دقات عليا في داري. ياسر خويا الصغير حل الباب وقال لي شي مرة دايره الحي كتسول فيك اختي جمانة. هنا طلع لي الدم. علاش؟ حيت اصلا ما كنتش قايله باللي سميتي جمانة، ولكن قلت لهم باللي سميتي سمية. شفت في ياسر وقلت ليه واش كتنسى سميت اختك ولا كيفاش؟ ما فهم والو، وهو يحيد من حدا الباب. ايوا خرجت عندها وهي تحيد الحيك ديالها، وتما عرفتها كانت يطو. واخا شرفات وعيات ولكن كانت عندها نفس النظره اللي كتخلع وكتفيكسيك في بلاصتك. انا غير شفتها خفت منها وتفكرت العذاب اللي دوزات عليا، وهي تقول لي بنتي جمانة كبرتي ووليتي مرا تبارك الله. وانا نقول لها لا لا، انا راه سميتي سمية، غير خويا كينسى. وهي تقرب حدايا وقالت لي تقدري تكذبي على اي واحد الا انا اللي عارفاك وخابراك مزيان، وريحتك باقا هي وباقي فيها نفس الخوف اللي كان فيك. ما قدرتش نكمل معاها وسديت الباب، حيت واخا هرست الحاجز ديال الخوف مع جده وعمتي، هي الطو كتبقى تبان قدامي بحال شي سد بيبان وعراض، لدرجه رجلي فشلوا عليا، حيت كان عندها القدره باش تمرضني في حياتي وتعصبني. وفي الوقت اللي كنت كنسحب راسي رجعت باش ننتقم، لقيت باللي الطو كانت هي العامل الحاسم اللي جابني حتى لعندو باش يعاود يتحكم فيا كيف بغا. ايوا فرمشت عين تبدلات حياتي. البارح كنت راس، اليوم وليت رجلين. داكشي علاش الناس بكري كيقول لك الباب اللي كيجي منه الريح اسدو ما ترجعش ليه. وانا للاسف مشيت حتى للشرجم بيدي وما بقيتش قادره نرتاح، وتضرب لي كل شيء في الزيرو، وداك التخطيط اللي خططته كامل ما بقاش، ولات يطو هي اللي شاده كل شيء. لدرجه انه واحد المره كنت خارجه نجيب شي حاجه من السوق، جيت دخلت لقيتها باركه مع خوتي وكتهضر معاهم وكتعاود ليهم بحال حتى شي حاجه ما واقعه، ولاو يقولوا ليها ماما يطو. انا ما قدرت ندير والو. ملي سالات وهي تنوض مشات حدا الباب وعيطات ليا، وهي تقول لي تبارك الله عليك ما سمحتيش في خوتك، واخا داز عليك العذاب. ونصيحه نسي عليك داك الحمام، حيت انا اللي كريتو من عند الناصر دابا، ورا الخبار كامله كتوصلني. وحسن لك بقاي مجامعه مع خوتك وما تختبرينيش ولا تحاولي انك تلعبي من ورا ظهري، حيت كتعرفيني مزيانه وفايت ليك شفتي كلشي على عينيك. انا ما قدرت نقول ليها والو، حيت وليت خايفه على خوتي وعارفاها قاطعه فين تبان عمتي ولا جده، وإلا دارتك في راسها غير سلم على راسك. ولكن رغم ذلك بقى في راسي واحد السؤال كيدور، وهو شنو كاين في داك الحمام ديال العيالات اللي طو ما مسامحاش فيه. سديت من وراها الباب ومشيت كنقاد شغال الدار وكنفكر في داك المنظر اللي شفتو وهي مع خوتي. جا الليل دخلت نعس في بيتي، حتى كنسمع في الغوات ديال بيت خويا ياسر وخالد. ملي دخلت لقيت ياسر كيغوت، قلت ليه مالك؟ قال لي راه كنشوف شي خيال فوق البلاكار. انا غير قال لي خيال فوق البلاكار عرفتها يطو، وعرفتها غادي تكون خلات شي حاجه في الدار. ايوا في داك الليل شعل الضواو كاملين وبديت كندور وكنقلب في كل قنت في كل شبر. ياسر هو يقول لي
علاش كتقلبي يا جمانه؟ واش انا قلت لك خايف وانت كتقلبي؟ وانا نقول ليه ياسر ديك المراه ملي دخلات واش جابت معاها شي حاجه عطاتكم شي حاجه؟ هو يقول لي لا ما جابت والو. ديك الساعه نقز خالد اللي كبر منه بشويه وقال لي لا عندك اختي راه كيكذب عليك، عطاتو واحد الحاجه علقتها لي في عنقه. غير قال لي خالد هكذاك وانا نمشي ليه قلت ليه غنشوف عنقك. والو ما بغاش يخليني وبدا كيغوت وما خلانيش نقرب ليه. الساعه غلبت عليه حتى كنلقى حرز قدو قداش معلق ليه في العنق. وشو الهبيل في ديك اللحظه حسيت بالشياط طلع معايا وكاع داك الخوف اللي كان فيا تبخر، حيت كلشي الا خوتي مساكن ما داروا والو. ورغم ذلك هي الطوجات وكتجرف فيهم سحورها، ويعلم الله شحال من شيطان دخلته للدار. ديك الليله شعلت القران في الدار وخليته مطلوق ويسحب لكم هادشي داز عادي. لا ديك الساعه كنت كنسمع الضرب في كاع الحيوط بحال تقول شي حد ما عاجبوش يسمع القران. عادي ياسر طاح للارض وبدا كيتمرغ ويغوت بوحدو. حتى في واحد اللحظه تقطع الضو من الدار كامله. هنا بدا الصحيح، بدينا كنسمعوا الغوات على الجهد وسط الدار بحال تقول معنا شلا ناس. وعاد كنت كنسمع هضره كتعاود واللي هي حسن ليك بعدي منا. انا بديت كنقول اش جابني اصلا لهاد البلاصه كون بعدت وصافي اش كان غادي يوقع كاع، ولكن اللي عطا الله عطاه. عنقت خوتي كاملين وبقيت معاهم في البيت وقلت لهم سدوا ودنيكم. اما ياسر هذاك ما بقيتش عرفت واش معاهم ولا باقي في بلاصتو، ما عرفتوش فين مشى. ايوا بقينا الليل كامل هكذاك حتى اذن الفجر. بدا كيبان ليا شويه ديال الضوء ديال الصباح حتى كيبان ليا ياسر مجبد في الارض وما على بالوش. وخوتي مساكن اللي كانوا حدايا نعسوا باركين بقوه الخوف. ايوا ديك الساعه زعمت ونط كندور في الدار كنشوف واش كاين شي حد. حتى حاجه ما كانت، كلشي طبيعي كيف ما كان. حتى داك الحرز اللي حيدتو لياسر تلاح في الارض كان باقي في بلاصتو. اما الضوء ديال الدار ما رجعش كاع. مشيت على وعدي وسعدي كنقلب فين كاين الضوء ما فهمت والو. قلت شي صباح الحال ونسول ابراهيم على شي تريسيان ويجي يشوف مالو. داكشي اللي كان. عيطت لابراهيم وهو يشوف ليا واحد تريسيان غير شاف ديك المكانه وهو يقول لي هذا راه شي حد لعب بها بالليل حيت ما يمكنش يتفرقعوا الفيزيبلات هكذاك. وانا نقول ليه كيفاش؟ قال لي من الاخر شي حد جا قلب الحجره ديال المكانه، راه جريمه حيت كان باغي يشعل العافيه في الدار عندك وحفظكم الله. وفعلا الهضره ديالو صحيحه، ولكن اللي وقع هي التفرقيعه وقعت في المكانه لتحت وما وقع والو في الديجانكتور. اما كنت حرقنا يعني هنا ما بقاتش غير قضيه جنون، لا راه ولات كتصيفط حتى بنادم. والحل ما بقاش بين يدي، واللي خصني نديرو هو نطفي العافيه معاها ونمشي نصالحها ونتهنى على راسي. غير هو هادشي راه ما كانش حقيقه التفكير اللي كان في راسي. ظاهريا باغي نتصالح معاها، ولكن الداخل ديالي كنتسنى غير نلقى ليها شي نقطه ديال الضعف باش ملي نعطيها الضربه ما تعاودش تنوض. ايوا في نفس داك النهار مشيت للبوطوار وشريت اكبر حولي عنده وجبت الكزار وديتو هديتو ليها. حيت هي الطويله بغيتي تسالي معاها هدي ليها شي هديه حيه وما كاينش محسن من الغنمي بقرونو. ايوا دقيت الباب كيف شافتني وشافت الحولي وهي تقول لي هادشي شنو هو؟ وانا نتلاح عليها وعنقتها وقلت لها هذا هديه ليك وطالبه وراغبه في القرب ديال ميطو. هي غير شافتو قالت للدراري اللي كانوا جايين والكزار دخلوه لداخل وسيروا دخلوا للبيت التحتاني وتسناني تنجي عندك باش نهديوه للجواد. وشوف الكافره خليتها دارت داكشي اللي بغات، تمرغات في الدم، دارت اي حاجه صالحه للشيطان. اما انا كنت غير جالسه وكنشوف. حتى سالات جات بركات حدايا وهي تقول لي الظن ديالي عمرو خاب فيك بنتي جمانه، ومن ديما كنقول بنتي اللي ما ولدتهاش من كرشي. وانا في خاطري كنقول لها منين لا دوزتي عليا العذاب ومازال كدوزيه. ايوا من داك النهار وانا مسلم عليها كندير ليها خاطرها، كنعاونها بالفلوس، كنقوم ليها بالليلات ملاين صحيحه كنت كنخسر غير باش نقاد ليها الدقه. حتى لواحد النهار غادي تقول لي نمشي عندها بالليل. مشيت عندها لقيتها واقفه حدا الدار وهي تقول لي زيدي تبعيني. تبعتها بقينا غاديين حتى وصلنا للحمام وتما كانوا شي ناس كيتسناو فيها. حلات الباب وبقينا غاديين في الحمام حتى وصلنا للبيت الاخر. وهذا الشيء ما كانش وقع او لا وقيلا وقع وما شفتوش ملي كنت انا وامي الله يرحمها في ليله الحضره اللي كانت دارت يطو. ايوا مشات حلات واحد القفاله اللي كان عند بالي باللي راها قعدوس. الساعه كانت عباره على دروج كيهبطوك لعالم اخر ديال يطو اللي صنعته بوحدها، واللي غادي نكتشف من بعد ملي هبطت باللي كان عباره على قبر او لا ضريح ديال شي جن كما قالت هي. وكانت مواليه كلشي مقاد، الشمع، الرخام، الرايات، عالم اخر تحت من العالم. ديك الساعه دوك الناس دخلوا كيتبركوا كيغوتوا ويهللوا بحال تقول ما عرفتش شنو كان تما. وكون ما كنتش عارفه هيطوكيه كنت نقول راها تابعه لشي جماعه ظلاميه ديال البعد الاخر او ديال البناؤون. وهي تجي عندي وقالت لي سيري تبركي في زاويه سيدي فافا. ما كانش عندي شي حل اخر الا انه مشيت شعلت شمعه
وبقيت كندير براسي كنتبرك بحال داكشي ديال الهنود، وفي خاطري كنستغفر الله وكنقول يا سيدي ربي اغفر ليا، وفرحانه حيت كنت عارفه دابا الضربه فين كاينه وباللي ما غاديش نخليها فيها. ايوا النهار اللي من بعدو ديت في التنفيذ وقلت ليه بغيتك دوز ليا الحمام ب10 هو والحوانت اللي دايرين به. هو يقول لي ولكن الحمام راني كاريه ليا الضو وما نصحكش بنتي تدخلي معاها في شي صداع، راه انا تحاشيت سنوات وفي الاخر سمحت في كل شيء، وكون ما راجلها اللي كان صاحبي موصيني عليها ما نكريش ليها حيت عرفتها سحاره ومن اشر الخلق، وانا نقول ليه غير بيع ليا وما سوقكش. قال لي دبري راسك، انا غير قلت لك. تبايعت وتشاريت معاه ومشيت ديريكت للمقاطعه، لقيت عاون السلطه عاودت ليه كل شيء، حتى هو هزا كيف ما هي وقالها للناس اللي مكلفين، جابوا كل شيء ديالهم وجاو معايا وعيطوا حتى للبوليس. في داك الصباح جات وحده من اعوان السلطه اللي كانت مراه، علمات العيالات باش يخرجوا كل وحده فيهم تلبس حوايجها وتخرج بلا صداع بلا غوت حيتاش خصهم يدخلوا. ايوا داكشي اللي كان، غير هو الخبار وصلت لي الطو اللي جات ديك الساعه وقفات ليهم قدام الحمام ودارت ليهم موت حمار، والله لا دخل شي واحد، والله لا عاد تبتوها. الساعه البوليس ما كيتفاهموش كيف هو الحمام دخل كل شيء، وديتهم نيشان لديك البلاصه اللي لتحت. عاون السلطه شاف القبر قال لي شنو هادشي؟ قلت ليه راه كتقول للناس باللي راه قبر ديال شي جن او لا ولي صالح وما قدروش يقربوا ليه، ولكن بما انني انا مولات الارض شديت واحد المطرقه وبديت كنضرب في ديك البلاصه باش نحيد ديك الدرجه ديال داك القبر اللي كانت دايره به. ايوا غير هرست الجليجه وبديت كنحيد في التراب حتى كنشوف عظمه قدها قداش. والعاون شافه هو يقول لي حيدي حيدي، بدا كيحيد بيدو وكل ما حيد كيكتشف عظمه اخرى حتى لقاو هيكل ديال بنادم على قدو في ديك البلاصه. العاون تبهض هو يقول لي تا واش جنون عندهم العظام ولا كيفاش؟ هو يقول لي واحد البوليسي الله يجيبك على خير، هذيك راه دافنه بنادم تما. وفعلا ملي حققوا معاها لقاوها باللي قتلات راجلها باش تهدي دمو للشيطان ويولي عندها تواصل مباشر مع عالم الجن والشياطين والخدم، وباللي داكشي اللي كانت كدير ديال السحر عمرها كتبات فيه، وباللي اي حاجه كانت كديرها كانت كتكون بالمساعده ديال الجن والمرضى والشياطين، وباللي ما قتلاتش غير راجلها ولكن صفاتها لشلا ناس اللي كيف قالت عمرها ندمات اولا غادي تندم حيت صفاتها ليهم. وكنت تحت ليها الفرصه كنت غادي نكون انا اخر وحده تصفيها ليها وتدردك فوق مني، ولكن الحمد لله نجيت منها. ومن بعد ما تقاد كل شيء والحومه صفات ريبت داك الحمام باللي فيه وعاودت بنيت واحد جديد فوق منه حيتاش ديك البلاصه ما كان يصلح فيها والو من غير انها تكون حمام. وكانت هذه هي القصه ديالي.